الشهيد حسين صفر علي كرم. ولد الشهيد حسين صفر علي كرم في عام 1955 ببغداد. أكمل دراسته الابتدائية والتحق بالخدمة العسكرية، واعتقل الشهيد على يد قوات الأمن في عام 1980 بعد أن هجرت عائلته. تعرض لأقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي في قعر السجون دون أن يعرف التهمة الموجهة إليه أو الذنب الذي ارتكبه. كان ذوو الشهيد يزورونه في سجن نقرة السلمان إلى عام 1986. بعد ذلك لم يعثر للشهيد حسين صفر علي أي أثر إلى ما بعد سقوط النظام البعثي السابق في عام 2003، حيث ظهر اسمه ضمن قائمة الشهداء المعدومين.